هعمل معاكم النهاردة أكلة الناس الأكيلة، وهحط لها شوية طماطم وبصل كده يودوا الطعم في حتة تانية، وهنعطرها بشوية توابل تاخد العقل. يلا نصلي على الحبيب المصطفى وندخل نشوف الفيديو بتاعنا. جبت حلة حلوة كده وحطيتها على النار تسخن كويس جدا، ونزلت فيها بمعلقتين كبار من السمنة البلدي. معايا هنا كمية من البصل حلوة كده، نزلت بنص الكمية اللي انا مقطعاها شرايح بالشكل ده، وهبدأ ان انا اشوحهم على نار متوسطة لحد ما يتكرملوا معايا. يتكرملوا بس ياخدوا اللون البني الفاتح الدهبي الفاتح ده، مش ياخدوا لون غامق خالص. بعد ما وصلنا للون ده هبدأ انزل فيها في الحلة بتاعتي دي اللحمة اللي انا غسلها كويس جدا ومنضفاها. لحمة الراس يا جماعة ما بتتغسلش بخل، الخل بيزفرها، بتتغسل تحت مية جارية لحد ما تلاقيها نضفت جدا بالشكل ده. هبدأ انزل باللحمة بتاعتي بكمية كلها، وهشوح بقى في اللحمة دي لحد ما تاخد هي كمان اللون الذهبي مع الكرملة بتاعت البصل. تمام، واحدة واحدة كده على النار وما تستعجليش عليها خالص، عايزينها تاخد اللون ده زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى باقي كمية البصل اللي كان معايا وهنزل بيه على اللحمة، ومعايا هنا توم على فلفل اخضر حامي فرمهم كويس قوي في الكبة او تدقيهم في الهون. هنزل كده بمعلقة كبيرة مليانة على اللحمة بتاعتي، وبعدين هبدأ ان انا اشوحهم تشويحة بقى حلوة كده مع بعض لحد ما احس ان اللحمة اخدت من طعم البصل والثوم والفلفل وكل حاجة مع بعض بالشكل ده. وكمان عشان ياخدوا كلهم لون واحد زي ما انتم شايفين كده. معايا هنا بقى قرن فلفل كوبي كبير كده او 2، اكون مقطعاهم شرايح ونزلت بيهم على اللحمة، وكمان شوية من ورق اللورة كده، وهبدأ ان انا اشوح كله مع بعضه. ومعايا كمان طماطمتين متوسطين مقطعاهم شرايح رفيعة جدا، هنزل على اللحمة بيهم وهبدأ ان انا اشوح تاني. كل حاجة ننزل بيها على اللحمة نبدأ ان احنا نشوحها عشان كله ياخد من طعم بعض. حطيت فلفل اسمر، كزبرة ناشفة، شوية من السبع بهارات، شوية من البابريكا، واحط كمان شوية من الحبهان المطحون، وحطيت رشة بسيطة من القرفة. فبعد ما حطيت التوابل الجميلة دي هبدأ ان انا اشوحها. هتحسي بقى ان الريحة هنا بقت خطيرة. هنزل ب3 كوبايات من المية بالشكل ده لحد ما نوصل للحمة كده من فوق. هديها تقليبة وهغطيها، اخليها 10 دقايق كده على نار عالية، تبدأ ان هي تغلي 10 دقايق كده على نار عالية. بعد كده ههدي النار خالص واسيبها لحد ما تدخل في التسوية. هنا كانت دخلت في التسوية، ضفت لها بقى الملح بتاعها، بخلي الملح في الاخر. هديها كمان تقليبة وهغطيها، اسيبها شوية كده على نار هادية جدا لحد ما تستوي خالص. هنا كانت استوت معايا خالص بالشكل ده. شايفين بقى شكلها؟ عايزه اقول لكم كانت دايبه حرفيا، وريحتها كانت تحفه يا جماعه. زي ما قلت لك اغسلي اللحمه تحت ميه جاريه عشان ما تزفرش منك، ما تضيفلهاش اي حاجه. والمهم ان انت تكوني جايباها من عند جزار مضمون. جبت الطبق بتاعي بقى وحطيت اللحمه فيه كده بالشكل ده. تقدري تعملي اي قطعيه لحمه بنفس الطريقه اللي احنا عملناها، مش شرط لحمه راس وبس. اتمنى يكون الفيديو النهاردة الجميل ده عجبكم، وهستنى رأيكم في الأكلة الحلوة دي. وكنت معاكم نور، وباي باي.